سيدنا السلام عليكم. ربما فايت لك سمعتي قبل بهاد المصطلحات ويب بيج وويب سايت، ولكن شنو هو الفرق اللي كاين بيناتهم؟ ويب بيج هو عبارة على دوكيمون اللي كيبين لينا دي زيماج تكست فيديوز و كونتنت اخرين في الويب براوزر. الويب سايت هو عبارة على مجموعة ديال الويب بيجز اللي ملينكية مع بعضياتها. بالمحتمل انك تكون شفتي بزاف ديال الويب سايتس في هاد السيمانة. في الواقع انت كتشوف هاد الفيديو في واحد من هاد الويب سايتس هادو. فخلينا نكتشفوا واحد المثال واحد اخر. فاش كتدخل لشي انسيكلوبيدي ويب سايت، فاش كتوصل للهوم بيج فكيكون فيها بزاف ديال لينكس لدي زارتيكل. غير كتبرك على شي لينك منهم كتمشي عاوتاني لواحد الارتيكل في واحد الويب بيج جديده، وتقدر تاني تلقى شي ارتيكل وتبرك عليه ويديك للويب بيج اخرى وهكذا. اذا كانوا هاد الويب بيجز عندهم نفس الادريس اللي كاينه في البراوزرز ادريس، فراه غادي يكون من الامن انه تكون كترجع لنفس الويب سايت. وواخا هكاك ماشي من الضروري باش يرتبطوا كاع اللينكس اللي كاينين في الويب بيج بنفس الويب سايت، فراه ممكن انهم يرتبطوا بويب سايتس اخرين. فمثلا فاش كتدخل لجوجل وكتقلب على شي حاجه، راه النتيجه ديال البحث ديالك عباره على قائمه ديال اللينكس اللي كيديوك الويب سايتس وحدين اخرين. واش عارف وانا كنتكلم معكم دابا، راه كاينين الالاف ديال الويب سايتس اللي كيتحطوا في الانترنت. كل نهار كيتحطوا مئات الالاف ديال الويب سايتس. باش نحطوا الامور في الكونتكست ديالها، كتعرفوا داك الهرم الكبير اللي كاين في الجيزه ياك؟ الوغ هاد الهرم كيتكون من 2.3 مليون كتله ديال الحجر ولا حجره كبيره. داكشي باش فكر في هاد الامر هذا، فراه في السيمانه واحده كيكونوا بزاف ديال الويب بيجز جداد اللي كيتزادوا بحال الشكل ديال الحجر في هاد الهرم الكبير. مع السرعه ديال الانترنت اللي كاينه دابا، غادي خصنا 3 المليون سنه باش نقدروا نتيليشارجيو كاع الويب بيجز اللي كاينين في الانترنت. الناس كيتفاعلوا مع الويب سايتس تقريبا بشكل يومي، ولكن قليل منهم اللي كيعرفوا كيفاش كيخدموا الويب بيجز بصح. كنقصد مناش كيتكونوا وكيفاش كتجينا هاد الويب بيج من الويب سيرفر، شنو كيكون كيبان لينا في ليكرون ديالنا في لاباري باش خدامين. بون، خلينا نكتشفوا هادشي دابا. ابسط الاشكال ديالها الويب بيج كتكون عباره غير على تكست دوكيمنت. راه ممكن انه تفتحها وتبقى تيديتي فيها بالاستعمال ديال اي تكست اديتور، لكن الديفلوبرز عاده ما كيستخدموا ادوات معقده شويه باش يخدموا بالويب بيجز. اذا كنتي باغي تخدم في شي ويب بيج، فانت محتاج باش انك تكون عارف ثلاثه ديال لي تكنولوجيز وتفهم كيفاش كيتفاعلوا، واللي هما ال HTML CSS و جافا سكريبت. HTML كيقاد لينا ستركتور ديال الكونتوني اللي كنشوفوه، و CSS كنستعملوه باش نتحكموا في الالوان والستايل، و جافا سكريبت هي اللي مسؤوله على التفاعل ديال اليوزر. انت باعتبارك ويب ديفلوبر غادي تخدم بهاد لي تكنولوجيز كل نهار وغادي تفهم كيفاش كتخدم مع بعضياتها. كيعجبني دائما انني نتخيل الامور بهاد الطريقه. HTML هو عباره على شي بنايه، يعني ستركتور. CSS هو ديكوراسيون في الداخل والمناظر الطبيعيه اللي على برا، والجافا سكريبت بحال البيزنس والسيرفيسز والناس داخله خارجه. اوكي، خليني دابا نعطيكم واحد البريف اوفرفيو على كاع لي تكنولوجي اللي عطيتكم دابا. HTML اللي كنقصدو بها Hyper Text Markup Language، واللي كنخدم بشي حاجة سميتها الmark up tags. هاد التاكس هادو كيوصفوا لينا الكونتنت اللي كيتعرض في الفونيتر في النافيغاتور ديالنا، ويقدر يكون هاد الكونتنت عبارة على حوايج بحال headings paragraphs الايميجز وحتى الملتي ميديا بحال الاوديوز والفيديوز. الطريقة باش كيقدم بها ال HTML content معروفة بالسمية ديال المارك اب. CSS هي لابريفياسيون ديال Cascading Style Sheets، والخدمة ديالو هي أنه يزيد التحسينات اللي ممكن نشوفوها بعينينا بحال الكولرز والشكل ديال الويب بيج ديالنا، وهذا اللي كنقولوا عليه ديزاين. فهو كيخدم على أنه يحسن ويقاد العناصر ديال ال HTML ويتحكم في كيفاش أنهم يبانو. واش فايت لك شفتي شي حد من صحابك بدلو اللون اولا الستايل ديال الشعر ديالو؟ اوكي، الشعر ديال صاحبك راه بحال الشكل ديال HTML واللون والستايل هو CSS. التكنولوجيا الاخرى اللي كاينه هي جافا سكريبت، وهي عباره على لغه برمجيه اللي مدمجه في وسط النافيغاتور. اوكي، كيوفر لنا جافا سكريبت حنا كويب ديفلوبرز الادوات ديال التفاعل، المعالجه ديال البيانات، التحكم وكذلك الخدمه. واش فايت لك جربتي انك تدخل لشي ويب سايت ولكن غادي يحبسك ويقول لك باللي لي زانفو اللي دخلتي راه ماشي صحاح؟
أو أنك تدخل شي بلاتفورم ديال الفيديو ستريمين وتشوفهم كيديروا الابديت ديال الكونتنت في داك الوقت نيت. اوكي، هذاك هو الجافا سكريبت اللي خدام. الجافا سكريبت هو الموتور ولا القوة المحركة ديال الويب بيج، راه عنده القدرة باش انه يعالج الكونتوني اللي كتشوفو في ليكرون ديالك وانت كتعامل وكتفاعل معاه. صراحة بلا الجافا سكريبت الويب سايتس غادي يكونوا فريمون مملين ومحدودين بزاف من الناحية ديال شنو ممكن انك دير في وسط منهم. اوكي، انت دابا عارف الاساسيات او لي تكنولوجيز اسونسيال ديال الويب بيجز، ولكن كيفاش كيترجموا دوك لي كود بالضبط باش انهم يبينوا لينا الكونتنت اللي كيبان لينا في ليكرون ديالنا. بون، فاش كتصيفط واحد النسخه ديال الويب بيج ديالنا من الويب سيرفر للبراوزر، فهنا كتتم المعالجه ديال كل سطر من دوك الاوامر او التعليمات البرمجيه بواحد الترتيب تسلسلي من الاول حتى الاخر. وفاش كتم لانتربريتاسيون ديال كل سطر، النافيغاتور ديالنا كيبدا يبني كيركب دوك الحبات ديال البازل اللي هي ديك لا ريبريزونطاسيون فيزوال اللي كنشوفوها عندنا في ليكرون. هاد الكرييشن بروسيس معروفه بالسميه ديال بيج ريندرينغ. خاص غير تكون عندنا استجابه من الويب سيرفر باش يعطينا الويب بيج كامله او متكامله باش تبان لاباج ديالنا في النافيغاتور. غادي تزيدو تقراو كتر من داك الريدينغ اللي خليت ولا اللي غادي نخليه ليكم في الاخر ديال هاد الدرس. وفوالا، انت دابا جوينيتي الناس القلال في العالم و ديفلوبرز اللي كيعرفوا كيفاش كيخدموا الويب بيجز، وتعرفتي على لي تكنولوجي اللي كيشكلوا الويب سايت وكيفاش كتفاعل مع بعضياتها. تعلمتي ايضا انه الويب بيج كتبان عن طريق البراوزر اللي من خلاله يمكن اليوزر الاخير يبانوا له كاع داكشي اللي قادينه في ليكرون ديالو. في الوقت اللي انت كتفرج في هذا الفيديو راه غيكونوا تلقوا شي 1000 ويب سايت جديده دابا، كل واحد منهم هو مثال اخر على واحد البنايه اللي بناها واحد ديفلوبر وتزاد في الانترنت. بون، واش واجد انك تكون انت واحد من هاد الناس اللي كيبنيو؟